السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقه عمل الرز المحمر المفلفل. انا غاسله نص كيلو رز وهنعمله بالمرقه او بالشوربه يا جماعه. هنعمله بطريقه سهله وجميله وهيطلع رز محمر كده ومش معجون خالص. يلا يا حبيبي نشوف هنعمله ازاي مع بعض. يا جماعه شايفين ده بنحمر الرز شويه شويه اهو. هنفضل نحط شويه رز في الحله ونجيب عليها شويه زيت ونقلب كده زي ما انتم شايفين وهيطلع احلى شويه رز اهو. الرز المحمر المفلفل الجميل بالمرقه وبالشوربه يا جماعه اهو. اهو شايفين. طبعا لازم الرز ده يحمر معانا الاول، لازم يعني دولت يبقوا حمر كده في اصفر لون الذهب، وبعد كده بنزل بباقي الرز كله اللي انا غسلاه اهو. شايفين. وبنستنى ثواني كده وبنقلب تاني اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. بنقلب فيه كده، لازم نحمر الرز كويس يعني يا جماعه دوت يبقى لونه احمر كده، لونه احمر كده. وبعد ما بيحمر معانا بنزل الرز اللي انا غسلاه واقلبه تقليبتين كده، وبعد كده اشربه بميه. لو عندك شوربه ماشي، عندك ميه ومرقه ماشي، يعني لو ما عندكيش شوربه ومش متوفره عادي لو حطينا مرقه وميه عادي مش هيحصل اي حاجه. بس اهم حاجه نحمر شويه الرز دول حلوين علشان خاطر يطلع الرز معانا محمر اهو يا جماعه شايفين. نفضل نقلب فيه كده لحد ما يحمر. لازم نحمر الرز كويس علشان ده سر نجاح الرز يا جماعه ان يبقى محمر. يعني انا ما بحبش احطه ابيض كده، لازم شويه الرز دولت يبقوا حمر يعني يبقى لونه احمر، عشان خاطر لو احمر بيبقى ايه بيخلي الرز طعمه حلو. ونقلب نقلب نقلب اهو شايفين. اهو شايفين. اهو شايفين يا جماعه. دي اسهل طريقه للرز المحمر المفلفل. اهو شايفين. نبدأ نقلب كده اهو يا جماعه. لازم نقلب فيه كويس، هو برضو لسه محمرش معانا.
اهو يا جماعه شايفين. اهو شايفين. وبعد كده هنزل بالرز طبعا اهو، كفايه عليا كده. طبعا هو احمر معانا وبعد كده انا حطيت الرز يا جماعه. بعد كده اقلب كده اهو شايفين. لازم اقلب الرز كويس اهو زي ما انتم شايفين. اهو شايفين. طبعا انا هحط الملح اهو. يا جماعه واحط المرقه بتاعتي وهدوبه وهرجع لكم بالشكل النهائي. يا حبايبي شايفين ده الشكل النهائي لطبق الرز بعد ما استوى. اتمنى الفيديو يعجبكم. سلام يا حبايبي، وقولنا رايكم ايه في الفيديو الجميل